علاش كاينين شي ناس رغم القله ديالهم كيشككوا في الاصاله ديال حرف تيفيناغ؟ علاش كاينين شي ناس رغم القله ديالهم كيقول لك بان ذاك الخط الامازيغي ماشي خط امازيغي، هذاك خط من صناعه فرنسيه، هذاك خط ثمودي، هذاك خط فينيقي، هذاك خط مسندي، هذاك خط سبائي، هذاك خط داداني، هذاك خط صفائي. هذاك الخط ديال الامازيغ ممكن يكون اي حاجه الا انه خط امازيغي. علاش كاينين شي ناس اللي كيشككوا في الاصاله ديال حرف تيفيناغ؟ ما عمرني شفت انا شي واحد كيشكك في الاصاله ديال الخط الصيني، لان الخطوط شي حاجه اللي عاديه انك تكون عندك. اذا علاش بالضبط الخط التيفيناغ هو اللي كيشككوا فيه بعض الناس؟ وعلاش صراحه ما عرفتش علاش، ولكن اللي بغيت نقول هو اننا عندنا الحق نفتخروا ونعاودوا نفتخروا بالاصاله ديال حرف تيفيناغ. عندنا الحق نفتخروا بالاصاله وبالانتماء ديال تيفيناغ للشعب الامازيغي لاسباب مهمه جدا جدا بتلخصها تحت عنوان واحد، هو ما يسمى بالامثاليه الوظيفيه، بالانجليزيه كنسميوها functional optimality. نقدر نقول لكم بانه الخط الوحيد في العالم كله اللي كيخضع للشروط الامثاليه الوظيفيه هو الخط ديال تيفيناغ. خليوني نشرح لكم شنو هي الامثاليه الوظيفيه. لا، الامثاليه الوظيفيه ديال حرف تيفيناغ عندها بزاف ديال المظاهر. من بين هاد المظاهر واحد المظهر تاريخي. كتعرفوا بان معظم الخطوط اللي تخترعت في العالم كانت في البدايه تصويريه، كانت رمزيه، صوره ديال راس، صوره ديال تعبان، صوره ديال الحائط، صوره ديال البنايه. هكا كان الخط الهيروغليفي. ولكن من بعد الانسان اكتشف بان هذا النوع ديال التصوير الرمزي ما ملائمش للكتابه، زادوا عليه عناصر اخرى كتسمى لو غوبو ولا لو ريبوس، ولكن وللاسف هذاك لو غوبو زاد عقد في الخطوط القديمه. لذلك كنلقاو بان جميع الخطوط القديمه من بينها الخط الهيروغليفي انمحاو وما بقاو شيء، في حين ان الخط ديال تيفيناغ كان منذ البدايه خط فونيمي. اشنو هو الخط الفونيمي؟ الخط الفونيمي هو الخط اللي رمز واحد، حرف واحد كيعبر على صوت واحد. هادو هما الخطوط الفونيميه. راه كتكتب راه، شا كتكتب شا، خا كتكتب خا، وهكذا وهكذا دواليك. في حين ان الخطوط الاخرى في البدايه ديالها كانت معقده، كانت تصويريه، كانت لوغوفوريه. العبقريه ديال حرف تيفيناغ انه بدا منذ البدايه خط فونيمي. لذلك كيتعجبوا بزاف ديال الناس كيفاش استطاع هذا الشعب انه يخترع واحد الخط فونيمي منذ البدايه. لا، ما يمكنش، هذا مستحيل. لا كاينه شي معجزه هذه. لذلك ما خصناش نقولوا بان هذا الخط خط امازيغي. كاين اسباب اخرى ندخلوها داخل هذه الدائره ديال الامثاليه الوظيفيه. لاحظوا معايا مثلا بان الخط التيفيناغي دون خطوط اخرى كثيره في العالم كيتميز واحد الخطيه ديال عدم احاديه الاتجاه او تعدد الاتجاه. الخط ديال تيفيناغ ممكن تقراه من الفوق للتحت، من التحت للفوق، من اليمين لليسار، من اليسار لليمين، فهو متحرر من الاتجاهات. لهذا السبب بزاف ديال الحوايج كنقدروا نديروها بالحرف ديال تيفيناغ ما يمكنش نديروها بالحروف الاخرى. خذ على سبيل المثال انك بزاف ديال المرات كتلقى ديك سيارات الاسعاف مكتوب عليها سياره الاسعاف او الاسعاف ولا امبيلونس، ولكن تكون مكتوبه بالمقلوب. علاش؟ لان السائق المتقدم كيشوف في المرايه، اذا شاف كلمه الاسعاف وسياره الاسعاف غادي تبان ليه مقلوبه، يقدر ما يفهم شيء. لكن بالنسبه للحرف ديال تيفيناغ ما نحتاجوش لهذا الشيء. سواء تقراها من اليسار لليمين او اليمين لليسار تتكون دائما مفهومه. خذ على سبيل المثال دوك العلامات ديال المتاجر، الحروف اللاتينيه خاضعه لهذا المبدا. ممكن تكتب الحروف اللاتينيه من الفوق للتحت ماشي مشكل، ولكن بالنسبه للخط العربي مثلا ما يمكن شيء، فتظل الخط العربي محروم من هذا النوع ديال العلامات التجاريه. في حين ان الخط ديال تيفيناغ ما عندوش مشكل، كتبوا من الفوق للتحت، للتحت للفوق، اليسار لليمين، اليمين لليسار. هذه هي تعدديه الاجتهاد، تعدديه الاتجاه. وهذا واحد المظهر اخر من المظاهر ديال العبقريه ديال حرف تيفيناغ. خذ مثلا ما يسمى بالتمايز الرقمي. شنو هو التمايز الرقمي؟ التمايز الرقمي هو انه حتى حرف ما كيشبه حتى شي حرف اخر. هذا مهم جدا بالنسبه للعين. العلماء ديال الكوغنيتيف ساينس او العلم المعرفي تيقولوا لنا بان انجح الخطوط واكثر الخطوط قابليه للتعلم عند الاطفال هو الخط اللي كيكون فيه تمايز تام ما بين الحروف. في حين في لغات اخرى كيكون واحد النوع ديال التمازج في الحروف. خذوا مثال مثلا ديال اللغه العربيه، في البدايه ما كانوش كيقدروا يميزوا بين الصاد والضاد، بين الراء والزاي، بين التاء والثاء، بين التاء بين الباء والثاء.
ولكن من بعد في القرن الثالث الهجري كانوا المتكلمين ديال العربيه مضطرين انهم يزيدوا علامه التنقيط باش يميزوا بين الحروف. حنا بالنسبه للحروف ديال تيفيناغ منذ البدايه كانت متميزه، فما كانش عندنا هذا المشكل. هذه الخاصيه كتسمى بالخاصيه ديال التمايز الرقمي، يعني numerical distinctness كنسميوها بالانجليزيه. هذا واحد المظهر من المظاهر ديال العبقريه ديال حرف تيفيناغ. خذ المثال ديال عدم التماثل. اشنو هو عدم التماثل؟ عدم التماثل هو ملي كيكون واحد الحرف صوره مرئويه لواحد الحرف اخر. خذوا مثلا الحرف اللاتيني، الحرف بي في اللغه الفرنسيه مع الحرف كيو، واحد فيهم كيبان بحال انعكاس مرئوي للاخر. خذ المثال ديال الحرف الدي مع الحرف بي، واحد فيهم هو انعكاس مرئوي للاخر. اشنو المشكل في هذا الانعكاس المرئوي؟ انه غير ملائم للاطفال المصابين بالديسلكسيا. الديسلكسيا هو واحد المرض كيكون عند بعض الاطفال، ولا واحد العجز كيكون عند بعض الاطفال، هو عجز نيورولوجي كيجعلهم كيخلطوا الحروف الا كانت مرئويه كتعكس بعضياتها. بعض الحروف اللاتينيه فيها هذا المشكل، لذلك الشركه ديال مايكروسوفت كانت مضطره انها تخرج واحد النسخه من مايكروسوفت اوفيس خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم المشكل ديال الديسلكسيا، لان الحروف اللاتينيه كتعاني من هذا المشكل، في حين ان الحروف الامازيغيه غير مرئويه ما كتعكسش بعضياتها، لذلك فما عندناش المشكل ديال المرئويه. هذا واحد المظهر من المظاهر ديال عبقريه الحرف ديال تيفيناغ. خذ على سبيل المثال الخاصيه ديال الواحديه. شنو هي الخاصيه ديال الواحديه؟ الخاصيه ديال الواحديه هو ان كل حرف من الحروف ديال تيفيناغ عنده صوره واحده، ما عندوش جوج ديال الصور. بحال مثلا في النظام اللاتيني كتلقى المينيسكول والماجيسكول، فالطفل كيضطر باش يبذل واحد المجهود كبير باش يتعلم. في اللغه العربيه كتلقى، اولا في الخط العربي كتلقى حرف واحد عنده ثلاثه الصياغ. خذ مثال على ذلك الحرف ديال العين، في البدايه ديال الكلمه كيتكتب بشكل، وسط الكلمه كيتكتب بشكل، اخر الكلمه كيتكتب بشكل اخر. هذا هو المشكل ديال اللاواحديه، في حين ان النظام الخطي التيفيناغي كيتميز بالواحديه، وهذا مظهر اخر من مظاهر ديال العبقريه ديال حرف تيفيناغ. لذلك اجتماع هذه الخصائص كلهم هو اللي كنسميه الامثاليه الوظيفيه، functional optimality. النظام الخطي الوحيد في العالم كله بل في تاريخ الانسانيه اللي كيجمع هذه الخصائص كلها ديال الفانكشنال اوبتيماليتي هو الحرف ديال تيفيناغ. يعني معقول ان الناس ما يبغيوناش نكونوا حنا هما المخترعين ديال هذا الخط. اخيرا بغيت نقول لكم واحد الفكره مهمه، ربما ما كتعرفوش بان جميع الحروف ديال النظام ديال تيفيناغ ممكن نجمعهم في صوره واحده، اللي هي صوره مربع فيه جوج ديال الخطوط مائلين، وجوج ديال الخطوط، واحد افقي واحد عمودي، ودائره الفوق دائره لتحت، ونقطه في الوسط. هذا الشكل الهندسي كيختزل جميع الحروف ديال الامازيغيه، لذلك فما كانش صعيب بزاف بالنسبه للمؤسسه بحال المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه انهم يعني يقعدوا الحرف ديال تيفيناغ ويجعلوه قابل للطباعه وقابل للرقم، وياخذوا به واحد الكود دولي اللي كيعبر على كل حرف من الحروف. اذا هادو كلهم مظاهر من المظاهر ديال العبقريه ديال الحرف تيفيناغ، وهذا هو ما يسمى بالانسجام الهندسي. ما كاينش شي خط في العالم كيتميز بالامثاليه الوظيفيه والانسجام الهندسي الى الخط ديال تيفيناغ. لذلك عندنا الحق باش نفتخروا به. لذلك كنظن انه الا كنا موضوع حسد تاريخي وحسد حضاري، الا كانوا شي ناس ما بغاوناش باش نكونوا حنا هما المخترعين ديال هذا الخط، فكنظن عندهم الحق.